انت بتخافي من الدوشه؟ ماليش فيها يعني. انا كمان بخاف من الدوشه. انا زمان كنت بروح الاستاد اشجع ايام ما كان المنتخب بيخسر، انما بعد ما حسن شحاته مسك وبقى بيكسب والاستاد اتملى بطلت اروح. اكوستيكا فوبيا، الخوف من الضوضاء. هو في ايه بالظبط؟ عايزه تعرفي؟ انا ممكن اقول لك، بس على فكره مش شرط تتبسطي من اللي هقول لك عليه. لا لا خلاص بلا نكد، خلاص مش عايزه اعرف، مش عايزه اعرف. مش عايزه تعرفي؟ إبستيموفوبيا، الخوف من المعرفه. لا ما تشرح لي بقى في ايه يا دكتور؟ لا انا ممكن اشرح لك، بس الاول ارجوكي تمضي لي على الورقه الصغيره دي. اديلك على الورقه دي؟ اديلك ليه؟ كل حاجه تتحل ان شاء الله، ما تخافيش. اتحل ايه؟ ما تفهمني ايه اللي يتحل وايه اللي امضيلك؟ ايه في ايه؟ لا انا ما صدقت لقيتك. انت كنز 6 فوبيات و3 حالات نفسيه في بني ادم واحد. نعم 6 فوبيات؟ طبعا اعدهم لك وانا هغلطك. الخوف من الضوضاء، الخوف من اراء الاخرين، الخوف من المعرفه. لا وفوق ده كله ايه؟ ال3 المهمين بقى: الخوف من الوحده، الخوف من العزوبيه، والخوف من العنوسه. وهم دول ال3 اللي خلوكي تفكري ان انا جيت انا وابويا عشان نخطبك، برغم ان احنا عهد الله ما جبنا سيره الموضوع ده. اسمع، ما اقول لك على حاجه، انا هصارحك. انا اول ما دخلت البيت ده فكرت في باباكي. انا قصدي فكرت في الثبات الانفعالي بتاعه. فاهمه؟ تاثره بالمؤثرات الخارجيه، انفعالاته، مشاعره. انا بعمل كده لقيتك. انت كنز. انا مش هسيبك. السنتين اللي جايين هتبقي اهم حاله في حياتي. انت مشروع الدكتوراه التاني بتاعي يا علا. نعم انا موضوع رساله الدكتوراه بتاعتك، وهو ده الموضوع المهم اللي كنت عايز تكلمني فيه؟ وموضوع فين كنت هتتكلم في الجواز ولا ما كنتش هتتكلم؟ جواز؟ هو صحيح الجواز في حد ذاته حاجه ايجابيه بالنسبه لي. ده اسهل لي من اني اقنع عيلتك يسيبوكي ال 15 سنه في المستشفى على معالجك. انا هبقى جوزك، يعني صاحب القرار الوحيد في حالتك. انا عملت كده في ال3 جوازات اللي قبل كده، قبل ما ادخل المصحه. 3 جوازات؟ ودخلت اتحجزت ذات نفسك في المصحه؟ ليه؟ الحالات اللي بعالجها بتسيب عليا شويه تاثير كده، فباخد وقت على ما ارجع لطبيعتي. طبعا طبيعتك. طب دكتور، استفسار صغير خالص، يعني انا فاهمه مستوعبه كل اللي بتقوله ده. استفسار بس، هي الفوبيا دي بتيجي من ايه بالظبط؟ فوبيا يعني مشكله عصيبه تتعلق بظروفها. يعني مثلا انا مره اتضايقت من دوشه بره، فمن ساعتها انا مش حابه الدوشه مثلا، يعني فهمت انا. طب وفي فوبيا يعني متعلقه بالالم، وجع، مش عارفه، ضرب، عض، غز، بطح، مش عارفه. ايوه خدناها في سنه تانية والله. اسمها ايه؟ اسمها الجوفوبيا، الخوف من الالم. عندك؟ لا وعد الله ما عندي. طيب ابشر. ايه؟ ابشر. ايه؟ ابشر يا دكتور. ايه يا دكتور؟ ايه يا دكتور؟ ابشر عشان إيه ده؟ هتبقى عندك من إيه ده؟ النهارده. ايه ده يا دكتور علا؟ يا دكتور علا ما يصحش. ايه ده؟